بصي، دي نظرة تشاؤمية أنا ما بحبهاش، ولكن هي فيها إحساس كده. أنا متأكدة إنه جوه معظم البنات إنها لما بتحب حد بيسيبها بيتعبها، ولما ما بتحبش حد بيفضل يجري وراها. هي هنا مش المشكلة إن الراجل بيفتري على الست اللي بتحبه، هي المشكلة في الإحساس والمشاعر. فكرة إن راجل يدخل حياتك عشان يأذيكي ده مش هتلاقيه كتير، لكن فكرة إن راجل يخش حياتك ويأذيكي دي هتلاقيها كتير. إزاي؟ يعني النهاردة راجل داخل حياتك، انتي كنتي متسرعه، حبيتي ازيد من اللازم، ما عرفتيش تمسكي العصايه من النص، الحنيه والحب والدلال، وفي نفس الوقت الخفيه، وان انا ما اكونش دايما نيدي، وان انا يبقى عندي كرامه وشخصيه كويسه. الاتنين دول مع بعض في الاغلب ما بيحصلوش، فالراجل بيفقد الشغف. فاول ما بيفقد الشغف ايه اللي بيحصل؟ انتي بقى هتموتي. ما انت عايز تلعبي لعبه القمار اللي مشهوره، اللي هو طب اعمل كذا فيمكن يرجع، اعمل كذا فيمكن يرجع. فايه اللي بيحصل؟ بتباني اقل ثم اقل ثم اقل، فبالتالي بتطلعي تعبانه، بتطلعي معقده. لكن التعميم في الحاله دي انا بقول عليه بس عدم فهم وخبره من الست والراجل. في انواع كتير من الرجاله يعتبروا كمين، بس في راجل اوعي ترتبطي بيه اللي انا هقولك عليه. رقم واحد، الراجل ده مهتم بمظهره لأبعد الحدود. يعني عايز جسمه يبقى فات، مش العادي، لا، بل 6 باكس. ممكن يصوم 10-15 يوم علشان خاطر حتة الدهنة الزيادة ديت لازم ينزلها. شكله، لبسه، لو معهوش فلوس لازم يستلف عشان خاطر يلبس أحسن لبس. دايما بيحب يظهر في أماكن غالية. راجل همه المظاهر من الدرجة الأولى. فجسوة الراجل ده انت بالنسبه له برضه مظهر. خدي بالك، هو اللي مخليه مختارك او بيبصلك ان انت هتضيفي له الى المرعى اللي هيتمرعها قدام صحابه. ودايما لو لقاك ان انت مش من عيله كبيره، او لو شكلك مش قد كده، في يوم من الايام هيبدا يعلق لك على وشك وعلى النمش وعلى جسمك وممكن اصلا يقطع معاكي بعدها. الراجل ده هو اللي مستحيل يضحي لاصحابه البنات، مستحيل يضحي بقعدته مع الشباب اللي بينحرف معاهم زي ما هو عايز ويعرف ستات. يعني اي مقارنه بينك وبين علاقاته مع اصحابه هتكون فشل ذريع.